داخليه، نطلع نفتش داخليه، نعمل مذكره تامين الشركه. جميل ده. ايه دي مذكره ده واحد تمام بيستخدم سلطه غير سلطته، بيضغط على الشباب دول. يعمل محضر وناخد رقم شكوى، ناخد رقم يبقى هنا ونأمن الناس اللي دول بيضغط عليهم لو حد بيعمل له حاجه يبقى احنا معانا ورقه رسمي بيقول الكلام ده. وهو تحت اي وضع من الاوضاع ما حدش هيقدر يعمل لهم حاجه، مش بالقانون بالعافيه، لا ما حدش يعرف ولا بالعافيه، طول ما هم موجودين في وسط الناس. ايوه طول ما احنا كلنا واقفين مع بعض محدش يقدر يجي ولا من لو بعدنا ما ممكن ياخدونا من مره برضه ولا يقدروا لا مش هم الناس دي موجوده. احنا لو في يوم واحد كده مش قاعد مع بعض على بيتك والناس دي بايته هنا برضه انت مطمن، برضه بامان انت انت مطمن مش موجودين يعني مع بعض، يعني في ناس موجوده عايشه يعني. طول ما الناس اللي في الأربعين دول في الأربعين محمد بس هو قانون يعني قدام الله والمتر يصحح لي. انت مش بتفهم خلي الساعه مش بس عارف ليه؟ انت هتذكره مش هتعرف تفهمه. عارف ليه؟ لان هو في التليفون قال نفس اللي قاله، قال لي انا كنت بطمنه. انا بعيدا عن الوطن مش اول موضوع يحصل كان سهل عشان البلد يقول عند الناس يحاول يتدخل. انا قلت له كده، قلت له انت تدخل عشان تعمل مشكله مع محمد عبد المحامي والمحامين قبل الو ومحمد عبد كان مصمم. الو ايه صالح لا محمد المحامي حصل اخبار مع الضابط وقفلنا الكلام ده كتير، قفلنا الاسم لحد كل حد مواد الامن ده بتاعتك موضوع محمد عزازي اللي كان ضرب نار على الناس وكان متفرح. خلي الساعه تتدخل في الموضوع بصفه وديه. يا استاذ محمد ضابط وانت محامي واحنا ولاد بلد كلنا راجل ابن بلد فبيتدخل في حاجه. انا من وجهه نظري ده منطقه تمام، ده هدفه من وجهه نظر انا صح غلط دي حاجه ثانيه، انما هو منطقه اللي وجهه نظر موازيه بس مش هي. يعني انا سالته قلت له طب هل انت تدخلت يعني ولا كلام ما انا اقول لك الناس ده لو انا فاكر الساعه دي مش هيتعامل معاه ولا اي صداقه ولا اي تعامل. ابن عرس مش ابن بلد. ليه بقى؟ وانا بعد ابن عرس مش ابن بلد ليه؟ لان حضرتك ثاني سياسك هنا مش محله. لما يجي بيروح لواحد يتنازل او يروح لواحد يكلمه او واحد يقول له، لما يكون ناس مجموعه في الاسم وابن الشرموطه ينتمي لبدلته ويروح يدافع عشان يصالح عشان خاطر يبوظ الربيع عشان الخولات بتوعه، يبقى ما دامش ابن بلد هنا القسم مختلف. معلومه هو راجل